السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بصحة وسعادة وخير دايما ان شاء الله. عندك اي سؤال اكتبه في كومنت، برد على كل الاسئلة ان شاء الله. اكتب سؤالك وانتظر مني الاجابة في اقرب وقت. كمان بقى لو انت مش مشترك اشترك في القناة وفعل الجرس للكل عشان يوصلك مني اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. واهم حاجة في كل ده اللايك يا جماعة، اللايك. وانت بتتفرج على الفيديو كده حط لايك، ويلا بينا نشوف قراءتك ان شاء الله كلها خير. مبدئيا كده للناس المنفصلين اللي هما اتنين متزوجين انفصلوا او اتنين مبتعدين برضو يقال عليهم ان هما منفصلين. طب اللي هما يكونوا متزوجين بس؟ لا، ممكن يكونوا اتنين مرتبطين، اتنين مخطوبين، اتنين متزوجين كده يعني، اذا كان بقى الانفصال ابتعاد او لا. طب في كارما على شخص يعني الشخص ده في حاجة يعني تعبيه او مبهدلاه، مزهقاه. مش شرط تكون الكارما حاجة كبيرة، ولكن في حاجة زي ما يكون مثلا ايه، ان هي تخليه انه يندم، تندمه او حاجة عليك. تمام، ده الشريك. فشايفة ان هو الشخص ده هيبقى عايز هيموت ويرجع، هيبقى شايف ان هو من غيرك مش مرتاح. ففي عارفين في حاجة كده تبقى عليه تحسسه بالذنب، او تحسسه ان لنا فيه ده بسبب مثلا ان انا ابتعدت او حاجة او ظلمت او حاجات كتير. فالشخص ده هيبقى بيتمنى ان يرجع. تمام. بس شايفة ان منكم الشخص ده انت مستنيه يرجع، وفي نفس الوقت مستنيه ان يرجع عشان تهينه او تأدبه. تمام. او انت مش حكاية مستنيه بس، او ممكن تكون انت شايف ان هو لو رجع انك انت مش هتسامحه، او ان انت هتبقى رد فعلك صادم بالنسبة له او كده. ده للبعض منكم بكل قليل، ولكن بنسبة كبيرة لا، منتظر منه رجوع. في منكم طاقة تانية بقى، ان الطاقة اللي بعد منها بتقولك ان في منكم اشخاص ابتعدت عن علاقة توكس، علاقة يعني تكون مش تكون تعيش فيها، تكون مش علاقة تكون ايجابية بالنسبة لك، لا، علاقة زي ما بقولك توكس، علاقة مش كويسة. تمام. فعندك خروج منها، او انك فعلا خرجت منها وعرفت قيمة نفسك، ولو لا هتعرف قيمة نفسك. ففي حاجة انك انت خرجت منها عرفت قيمة نفسك، او انك هتخرج منها وتعرف قيمة نفسك. طبعا القراءة للبعض لانها عامة وليست خاصة يا جماعة. تمام. شايفة انك انت بشكل عام للبعض بتبحث عن الاستقرار، مش شرط الاستقرار العاطفي، لا، بشكل عام شايفاك انك بتبحث عن الاستقرار، اذا كان استقرار مهني، عاطفي، اسري، ايا كان ايه الاستقرار نفسي. فشايفة انك انت بتبحث عن ده، بتتمنى ده. فشايفة ان طول الوقت يمكن تكونوا قلقانين ان يكون في عدم استقرار، او قلقانين بسبب عدم الاستقرار ان انتم متواجدين فيه طول الوقت. تمام. وشايفة اني زي ما يكون اني موضوع او حاجة مطول معاكم، يعني طول معاكم، عشان كده انتم قلقانين، عندكم قلق بان عدم الاستقرار ده هيكون بشكل طويل يعني مستمر ولا لا. فلا، مش بشكل مستمر ولا حاجة، هو كل حاجة يعني بتعدي وقتها، بتاخد وقتها وتعدي، ما تقلقوش. في البعض منكم كده بتبحث عن قطعة أرض، أو عن شيء مثلا مسكن، أو عن حاجة إنك أنت تكون تمتلكها، حاجة إنك ممكن تكون كانت من حقك. فشايفة إن في شيء أنت بتبحث عنه، أو في الأيام اللي جاية هتكون بتبحث عنه. فشايفة إن في حاجة زي كده، بس في شيء مقيدك، يعني أنت متقيد بسبب وضع مادي،
او بسبب او متقيد من ناحية خطوتك في حاجة، انك مثلا ممكن يكون ان البعض منكم ليه ورث او ليه حاجة انه بيبحث عنها، بس في حاجة مقيداك انك انت تمشي فيها. ممكن تكون وضعك المادي مش سامح مثلا انك انت تقوم باجراءات حكومية او حاجة زي كده، او يكون ان البعض منكم عايز يشتري حاجة زي دي، حاجة مسكن ليه او كده، ولكن برضو الوضع المادي معاك مش مقيد البعض منكم. في سماع خبر حمل هو غير متوقع للمتزوجين. هو جاي للبعض منكم بكل قليلة. ممكن البعض منكم يكون في الطاقة، تمام، ان البعض منكم بيكون الطاقة مر بيها والبعض منكم لا. فشايفة ان في كده خبر حمل كان غير متوقع او ان هيكون غير متوقع، وده طبعا ما بيكونش للجميع، تمام. طيب ممكن يكون مثلا زوج دلوقتي بيتفرج عليا، فممكن تكون الزوجة فكان غير متوقع بالنسبة لك او غير متوقع فاهمين، او بالنسبه لها، او انك انت برضو لو زوجه فنفس الكلام. فممكن تكون شيء زي كده انك انت مش هتكوني متوقعاه، او يعني بتكون حاجه مفاجاه دي حصلت مع البعض والبعض منكم لا. في موضوع او في شيء بيعمل يتاجل منكم، في تاجيل، في تعطيل، او في حاجه، وده مخلي البعض منكم قلقان. ويمكن يكون مثلا تعطيل زواج، تأجيل ارتباط او عمل او حاجة لها علاقة بشيء قضائي او حاجة بتتأخر عليك مخليك في قلق. ما تقلقش، فوض امرك لله. في صلح مع صديق او صديقة قريب جدا، هيكون في صلح. يمكن يكون مثلا انتم الاتنين كان في اختلاف او حاجة، كان في خصام او في شيء زي ده، في زعل او حاجة. فشايفة ان هيكون في صلح ما بين صديق او صديقة. في منكم ناس حالها يعني حالها كده كان واقف، او انتوا كنتوا يعني ايه، في حاجة ما كانتش شايفينها، عينيكم غامضة عنها، مش شايفينها كويس. بس شايفة انك انتم في سحو، او انتم مش فايقين لنفسكم من ناحية شيء، تمام. بس انا شايفة انك انتم هتكونوا في فوقة، في صحوة ليكم، في فوقة هتفوقوا لنفسكم، تمام. وفي بداية من جديد. يعني عارفين كده لما انتوا تقولوا والله احنا ما كناش شايفين نفسنا، او احنا ما كناش شايفين اللي حوالينا دول، او شايفين الحاجات اللي احنا بنمر بيها، او ايا كان الحال اللي انتوا فيه ده، كنتم انتم يعني عاميين عن نفسكم، انك تشوفوا نفسكم. فلا، فهتجيب لكم الفوقه بقى انك تشوفوا نفسكم. ممكن يكون ان البعض منكم كان مثلا في حاجات كانت معطلاكم انك انتوا تشوفوا نفسكم فيها، اشخاص او مواضيع او ظروف او في حاجه، فلقيتوا نفسكم ان انتوا لا، في صحوه بقى انك انتم ايه تفوقوا كده لنفسكم، او كسل كان مقيد البعض منكم في حاجه. فلا، في صحوه، وفي انك انتم هتفوقوا نفسكم ان شاء الله، وفي بدايه من جديد. البعض منكم في اتنصب عليك في شراكة، في عمل اتنصب عليك، في نصب حتى لو كان في شخصية. يعني ايه في شخصية؟ يعني ممكن حد ينصب عليك في شخصيته، انا بعتبره ان ده نصب يعني. فشايفة اني يعني النصب ده في عموما، شايفة ان حقك رجع لك من الشخص اللي هو نصب عليك، اذا كان في فلوس او لا، تمام. فشايفة ان هنا لو اي حد هنا اتنصب عليه من حاجة، فشايفة ان حقك رجع لك، سواء فلوس او علاقة. في فك هنا طاقة سلبية، والطاقة سلبية للبعض عين وحسد، وللبعض منكم سحر، والاتنين شايفة ان في طاقة فك. طيب، وعليك انك انت ما يتجددش العين او تتجدد السحر، لان العين والحسد الاتنين زي السحر بالظبط، بيتفكوا وبيتجددوا.
طب السحر احنا عارفين ان هو بيتجدد يا هنا. طب العين والحسد بيتجددوا طول ما انت ما هو الشخص اللي بيديك اللي بيحسدك واللي بيديك العين واللي بيحسدك ده بيأذيك، تمام، بيأثر عليك بالسلبي، بيأثر عليك في اشياء هو حسدك فيها، او بيأثر عليك في اي حاجه ان شاء الله تكون صحتك بعد الشر عنك يعني. فهو ايه بيتزول، وبعد ما بتزول بترجع لك تاني، لان الشخص ده مستمر في ان هو لو حقد عليك او بيغير منك او حاجه يكون مستمر. طب احنا نوقفه بايه؟ بالتحسين، ان الشيء ده متجدد لناش تاني، ان احنا نحسن نفسنا، والعين اللي اذتنا هتزول، وفي نفس الوقت ما تعرفش تتجدد لنا تاني، تمام. طب بالنسبه للسحر نفس الكلام، في طاقة السحر. طب اتفك زي ما هو بيقعد من عند ربنا 3 شهور، لو مثلا حد اذي حد، فاهمين، من اليوم، فبيضطر ان هو يقعد 3 شهور. لو انت ما عالجتهوش قبل ال3 شهور بيقعد 3 شهور، بتفك من عند ربك. بعد ال3 شهور ده هو لو انت ما حصنتش، يعني لو انت ما بتكونش في تحصين، هو بيتجدد لك تاني. فانت لازم تكون بتحسن نفسك عشان لما يجي يجددولك ما تلاقيش ان ما يأثرش فيك، ولا كأني في حاجة هتعمل بعض العواقب، ولكن مش اللي هو عايزه انه يوصل له. بيبقى في احيانا الناس بيتعمل لها مثلا سحر تفريق، بتحصل مشاكل، وكل شوية مشاكل بدون سبب وبسبب وبدون سبب، وكل شوية نفور وي وي وي، بس ما بيسيبوش بعض. ليه؟ هو ما نجحش في اللي هو عمله. هو بينجح في ان هو بيحصل مشاكل، بس مش موصلش للي هو عايزه، انه يحصل طلاق، تمام، انفصال. فهو ما وصلش ليه، بيبقى فيه تحصين، بيبقى فيه حاجة، فاهمين، بتبقى فيه حاجة بتخلي ان الشخص ده ما يوصلش للغرض، فبتحصل شوية عواقب ما تخليكش مرتاح، بس في نفس الوقت ما بيوصلش للي هو عايزه. فياريت ان احنا نستمر على التحسين ليك انت، اهم حاجة في يعني حاجة كده انك مفروض تاخد بالك منها، وده شيء في العمل عندك. يعني هو شخص كده غيور ويعني عارف الغيرة اللي هي لازم انا دلوقتي متغيران منك بحاجة، فلازم اعمل زيك بالظبط فده ليه كده بالوضع ده الشخص ده. فانت تاخد بالك من حاجة زي كده، وهي امرأة تمام. طب لو انت امرأة فهي امرأة، ولو انت رجل فهي امرأة، وبكل قرار رجل زيك، يعني هي بنسبة كبيرة هنا امرأة، تمام كده. انا خلصت قراءتكم، اتمنى لكم الخير والسعادة، باي باي.